أمام شباب بلوزداد في مباراة كانت مثيرة وقوية، وفاز في آخر دقائق المباراة بهدف في الرمق الأخير، بينما الكويتي المتحفز بشكل كبير لهذه المباراة والذي خسر أيضا أمام الوحدة الإماراتي. مباراة إذا منتظرة حاسمة، ركلة البداية. بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي محدثكم أحمد خالد النفيسة هنا في كأس الملك سلمان وإلى خارج أرضية الملعب. يبدأ يشعل الأجواء مبكرا جمهور الرجاء خلف المرمى بتفاعلاته القوية واللوحات الفنية، وهنا تسديدة بجول المرمى ممتازة من أحمد الزنكي. أحمد الزنكي سدد له كرة رائعة وقوية باتجاه حارس مرمى رجاء زنيتي. شوف الكرة أخذ المساحة للتسديد، ما توقعها زنيتي. عندهم مشاركات ملفتة في البطولات العربية وبالتأكيد يجب التطرق لها، لكن نتابع الآن انطلاقة ملعوبة لفريق الرجاء، وكرة ممكن يكون فيها خطأ من سلطان الفرج، لكن الكرة تمر في أي شيء. سيتم بالتأكيد اللجوء إلى الفار، واللي حاضر بتقنية عالية في هذه البطولة وكان حاسم في العديد من القرارات وتم الاستعانة به في حالات كثيرة. هذه الكرة الأخيرة من سلطان الفرج وموجود مشجعين لكل الفرق اللي موجودة في أبها، لكن بالتأكيد ليست بأعداد الجماهير المغربية. طلال فاضل، الكرة الثابتة ممكن يأتي معها شيء للعميد، كرة موجودة ومتجهة باتجاه المرمى، ولكن زنيتي مركز في هذه الكرة. زنيتي الحارس اللي سابقا كان يمثل الرباط من 2015 يلعب مع فريق الرجاء. 0-0 حتى الآن. نلعب في ربع ساعة أخيرة. هذه تمريرة الآن لفريق الرجاء في الجهة اليمنى، ممتازة. بوزوق أمام المرمى يسدد الكرة، ولكن لعبها في الزاوية الضيقة. توقع تحرك الحارس، وأيضا كان معاه لاعبين جاهزين للكرة العرضية. أخطر الفرص في المباراة تضيع على فريق الرجاء. هنا زرهوني في التدخلات، وبينما هذه المساحة التي كانت لفريق الرجاء والزاوية المقفلة، وبالتالي فرصة تضيع على الرجاء. فرصة تضيع على الرجاء في بطاقة صفراء على التونسي، وحضور يعني في مختلف مناطق الملعب. هناك أيضا حضور لجمهور الرجاء، لكن هناك جمهور رجاوي يعني دمه حار ومتحمس ومتفاعل اغلب وقت المباراه، اللي موجودين خلف المرمى تحت الساعه بالضبط، اللي عاملين هذه الاجواء الجميله ومتعين في اجواء المباراه في حتى الان نصف ساعه لعب. ايضا طلال فاضل بطاقه صفراء، وايضا بدوي الظهير الايمن. بدوي هنا اللقطة والتدخلات اللي كانت معها البطاقات من الحكم أمين عمر. شوف هنا بلال عيفة لم يلعب الإياب بسبب إيقاف الاتحاد. تلعب كرة في اليمين، الصانع لمسة مقدم تأتي الآن للرجاء. تحرك بوزوق، يتحرك الجزائري يلعب الكرة لبن طايق. الكرة ملعوبة أهولو، موجودة مع معكازي. يلعب الآن زرهوني ياخذ المساحة، ممكن يسدد. هذه تسديداتها، نعم، هذه تسديداتها القوية باليسرى باليمنى. لاعب مؤثر هذا اللاعب زرهوني الذي يعود إلى الملاعب السعودية، وهو اللاعب السابق مع فريق الحزم في القصيم في الرأس لموسمين، والآن يلعب مع رجاء. مساحة اللي يطلبها المهاجم المؤثر في تشكيلة الكويت. هذه كرة ملعوبة، طلال أو بلال عيفة يبعد الكرة بتحركات الجزائري بوزوق رقم 26. يلعب جميلة من بطايق. بوزوق يلعب جال مرمى، ممتازة. جملة رائعة. هذا الجمال يوقفه عبد الرحمن كميل ويحق له للدفاع عن مرمى، لكن شوف كيف مررها بالطايق من بعيد أو بالكعب. وهنا التسديدة يستعد ممكن الآن. هذه أخيرة للكويت الآن عامري، ولكن الكرة يبدو أنها متجهة لنهاية إذا شوط المباراة الأول. مشاهدين SC وأيضا عبر منصة الشاهد. الرجاء المغربي الكويتي 0-0. هذه المباراة فيها الكثير. ألقاكم في شوط المباراة الثاني، إلى اللقاء. هامبورغ تدريبيا واتجه للمرة الأولى
لتدريب سانت جالين. أن الكرة تأتي مقدم، يضغط خنيسي، خنيسي الدولي التونسي. الحارس زنيتي الكويتي يلعب عبد الرحمن الكميل في حراسة المرمى رقم 40. 19 بلال عيفة، لكن الآن الرجاء في طلعة هجومية ممكن يحدث معه شيء. بدوي يلعب الكرة، بوزوق يلعب، يراوغ بوزوق، يتقدم، يسدد بجال مرمى. الله، خطيرة 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 من هذا الجزائري المميز في تشكيلة الرجاء. بوزوق إذن يسري بوزوق صاحب 26 سنة، لاعب الرجاء المميز هنا في تسديده بإمكانيات فردية في الطرف، وتسديده هنا تمر الرجاء الآن ومن جمهوره متفاعل خلف المرمى وامامه، وزرهوني يلعب عرضيه ممتاز. الله، جول رجاوي. اخيرا رحيمي، اخيرا يفرح رحيمي بعد إضاعة الفرص، ينجح في هذه المباراة. رحيمي يسجل، حسن رحيمي يستغل عرضية زرهوني الرائعة، وهدف للرجاء العالمي، هدف للنسور الخضر في الدوري المغربي. كرة تأتي في الجهة اليسرى الآن بطايق للرجاء، ممكن ثاني من رحيمي، وتمركز رائع، تحركاته ممتازة. رحيمي إمكانيات مهاجم جيد. شوف المهاجم بغض النظر عن موضوع يسجل أو لا يسجل، دائما ابحث تشوف تحركاته وتموقعه. يضغط مرهون لاعب البحريني في تشكيلة الكويت. هنا كرة، فرصة للرجاء خطيرة الآن، لوكسو جهز كرة، هذه جول. الرجاء يضيف الثاني عبر زريدة، يسجل زريدة للرجاء العالمي. ثاني الأهداف بعد الدخول بالعمق في دفاعات الكويت، والتمريرة من رحيمي، وهدف ثاني. الرجاء العالمي يحسم التأهل. الكويت الآن لا يوجد شيء يخسره، يجب أن يهاجم، يجب أن يلعب بكل قوته. ظفيري يلعب كرة مع علي حسين، هذا محمد عبد الله، تمرير الآن في اليسار. سلطان الفرج يلعب العرضية، ممكن لازريتي، هذه خطيرة للكويت، ولكن ياسين عامري الكرة تهيأت لك والفرص نادرة، كان ممكن تكون بشكل أفضل يا ياسين يا عامري. هذه الكرة كيف بالخطأ من زريتي وعامري، الكرة لم تكن دقيقة. شوف عضو مجلس الأمة والرئيس الفخري لفريق الكويت، الإضافة مع فريق الرجاء حقيقة، لكن الكويت ممكن كرة بجال المرمى ممتازة، لكن تعدي بجانب المرمى. محاولة ممتازة من محمد عبد الله الماضية، وإلى ركلة مرمى. هذه الجرأة اللي ممكن يفتقدها كثيرا فريق الكويت. 10 دقائق باقية. مشاهدين السيسي وايضا عبر منصة شاهدون. الزرهوني الباحث عن ثالث للرجاء، زرهوني يجهز، والثالث يضيع على بوزوق. تدخل عليه في هذه الكرة ويسقط بوزوق في هذه الكرة، وكاد انه يسجل الهدف الثالث. شوف الكرة من زرهوني اللي يصنع اكثر من كرة وبوزوق، وهذا تدخل في اسمين قادمة للرجاء. هنا انطلاقة للرجاء الان، زرهوني ممتاز، زرهوني في تغطية المساحات، هو اصلا يلعب مهاجم وهمي. الان بطايق انطلاقة للرجاء، الان بوزوق يمر الجزائري، بوزوق يلعب عرضية ولكن يسيطر عليه عبد الرحمن كميل. فوز 2-0 مقبول، لكن الفوز 3-0 موضوع معنوي، موضوع تسجيل نفس النتيجة اللي حققها الكويتي أمام الرجاء المغربي في 2003 فقط. غير ذلك فالنتيجة 2-0 مقبولة، لكن المرور ممتاز من مرهون البحريني، مهارة فردية رائعة، يبحث عن ركلة جزاء. لو كملتها يعني بالمضمون راح تكون مشهد جميل، لكن امكانيات كبيرة لهذا الدولي البحريني. شوف مر باللاعبين بشكل جميل، مر من أكثر من لاعب. هنا لحظة التسديد والتمرير، لكن